break the rules. Safe from what? قبل نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا، ورجاء نعمل لايك ونشترك في القناه لان الاحصائيات بتقول ان نسبه كبيره جدا من اللي بيتفرجوا علينا حرفيا بيتفرجوا يعني محدش بيعمل اشتراك، فيعني رجاء يعني نشترك في القناه ونعمل لايك وكومنت حلو كده ويعني ظبط الدنيا. بيبدا المسلسل في احدى القرى النائيه في امريكا، وفي القريه دي بنشوف المأمور بويد وهو ماسك في ايده جرس كده وبيلف على المدينه كلها وبيرن بالجرس، وبيطلب دلوقتي ان الناس كلها يدخلوا بيوتهم لان الليل هيليل والخطر هيبدا. وهفهمك يا صديقي قصه بويد وكل الكلام ده قدام. المهم ان من ضمن الاماكن اللي بويد بيعدي عليها بيكون كافيه كده شغاله فيه بنت اسمها ساره، وساره حاليا بتطلب من الزباين ان هم يمشوا لان الليل هيليل والدنيا هتبقى خطر. فعلا الزباين بيمشوا، وعايزك بقى يا صديقي تفتكر ساره دي لقدام. المهم ان بويد بيكمل طريقه وبيعدي على بيت كده عايشه فيه ام اسمها لورين وبنتها الطفله ميجن، وحاليا بويد بيسلم عليهم وبيطلب منهم يدخلوا البيت ويأمنوا نفسهم، فبيسمعوا كلامه وبيدخلوا البيت فعلا. وفي مكان تاني في القرية في مستشفى القرية بالتحديد بنشوف كيني واللي يبقى مفوض المدينة ومساعد بويد بالظبط. في الوقت ده كيني كان قاعد مع أبوه لو اللي يبقى راجل عجوز جدا وبيتعالج في المستشفى هنا وعايش فيها. بعد ما بيطمن كيني على أبوه بيسيبه وبيقف يتكلم شوية مع كريستي واللي تبقى دكتورة في المستشفى هنا، وبيكون واضح جدا إن كيني معجب بكريستي وإنهم بيستلطفوا بعض. بس في كل الأحوال ودع كيني كريستي وراح لبويد، وتعرفوا بويد ان خلاص اتاكد دلوقتي ان كل اهل القريه دخلوا بيوتهم، وبالتالي بيطلب بويد من كيني يروح بيته مع امه عشان خاطر يكون هو التاني في امان. فبيروح كيني وبويد نفسه بعد شويه بيروح على الاسم بتاع الشرطه بحيث يعني برضه يكون بامان في الليل لانه بيبات هناك. في الاثناء دي بقى في حانه القريه بنشوف شخص كده اسمه فرانك نايم في الحانه من كتر الشرب، والعلم فرانك ده يبقى جوز لورين وابو ميجن اللي شفناهم من شويه. المهم ان صاحب الحانه بيحاول يصحي فرانك بحيث يعني يروح بيته عشان يبقى في امان طول الليل، لكن فرانك مش بيصحى، فبيقفل صاحب الحانه عليه بحيث ينام هنا في الليل والصبح يرجع بيته. في الاثناء دي بقى يا صديقي بنشوف ان مرات فرانك اللي اسمها لورين كانت في بيتها عادي مع بنتها ميجن، وبنشوف ان لورين بتأمن على حجر صغير كده معلقاه عند باب البيت. والعلم يا صديقي الحجر ده كل اهالي القريه معلقين زيه في بيوتهم لان في زي تعويذه كده بتحميهم. بس ثانيه واحده، التعويذه دي بتحمي اهل القريه من ايه بالظبط؟ وفي ايه اصلا بيحصل في الليل كده كل يوم مخلي الكل خايف؟ عشان نعرف اجابه السؤال ده بنروح دلوقتي للطفله ميجن بنت فرانك ولورين واللي كانت حاليا في اوضتها. فجاه بتسمع صوت ست عجوزه بتنده عليها من ورا الشباك، بتقول لها انا جدتك افتحي لي الشباك عشان ادخل اقعد معاكي. بتروح ميجن عند الشباك وبتفضل تتكلم مع الست العجوزه دي شويه، فبتيجي لورين في اللحظه دي وبتعرف ميجن ان دي مش جدتها وانها ما ينفعش تفتح الباب. بس ميجن مش بتركز وبتكون شبه مغيبه وبتسمع كلام الست العجوزه وبتفتح الشباك. فجاه الست العجوزه بتتحول لوحش مخيف وبتهاجم ميجن ولورين ومش بنعرف حصل لهم ايه. لكن بنعرف حاليا ان القريه يا صديقي فيها ارواح او كائنات غريبه بتظهر في الليل وبتاخد شكل بشر عاديين وبتهاجم البشر زي ما شفنا كده. ويا صديقي الارواح او الكائنات او الوحوش دول بيظهروا كل يوم في الليل، وعشان كده الكل بيروحوا بيوتهم قبل الليل ويقفلوا على نفسهم بحيث ما يتاذوش منهم. عامه تاني يوم بيروح فرانك على بيته فبيلاقي بويد قدامه، وبيفضل بويد يهزأ فيه لانه ما كانش مع عيلته ولا حماهم طول الليل بل كان سكران في الحانه. ده غير ان بويد بيعرفوا ان ما دام عنده طفله كان لازم يقفل الشبابيك بتاعه البيت بالمسامير بحيث ما يحصلش زي ما حصل. طبعا بيكون فرانك منهار جدا من كل اللي حصل لانه شايف دلوقتي مراته وبنته متاكلين، بيفضل دلوقتي يعيط ويلوم نفسه. المهم بويد يا سيدي بيسيب فرانك دلوقتي وهو كله حزن من اللي حصل ده، وبيروح لبيت كده بتاع ست اسمها دونا. وبنعرف ان بيت دونا ده بيعيشوا فيه كل الناس المشردين اللي مالهمش بيت وما الى ذلك، في بيت كده او قصر كبير اسمه كوليني هاوس. وبنعرف هنا ان أليس ابن بويد عايش في بيت دونا هنا، وبالتالي بويد استاذن دلوقتي دونا انه يقابل ابنه فوافقت. أليس في الاثناء دي كان قاعد دلوقتي مع صديقته والبنت اللي بيحبها فاطمه وبيرسمها، وقتها بيجي له بويد فبتسلم فاطمه على بويد وبتمشي. بويد اتكلم دلوقتي مع أليس وطلب منه انه يجي يعني العزا بتاع لورين وميجن، بس أليس مش بيهتم اصلا بكلام ابوه وبيطلب منه يمشي. وبيبان كده على فكره ان بويد وأليس بينهم مشاكل كتير جدا هنعرف سببها قدام، لكن يعني بويد ما اهتمش قوي وودع ابنه ومشى فعلا. في نفس الوقت ده بقى ولكن في مكان تاني وبالتحديد في الطريق المؤدي للقريه بنشوف عيله كده راكبين شاحنه وماشيين عادي جدا في طريقهم. العيله دي مكونه من 4 اشخاص وهما الاب جيم ومراته تابي وبنتهم الكبيره جولي، واخيرا اخر العنقود الطفل ايسن. وبيكون واضح كده ان العيله دي عايشين حياه سعيده وبيحبوا بعض. والمهم يعني بيفضلوا العيله دي ماشيين عادي جدا في طريقهم لحد ما بيلاقوا قدامهم شجره كده قطع الطريق. بيستغربوا بينزلوا يشوفوا الشجره دي، وفي الوقت ده بيلاقوا غربان كتير جدا عند الشجره، فطبعا الكل بيقلقوا وبيمشوا من المكان. وبيقول جيم انه هيدور على طريق تاني يكملوا منه سكتهم. فعلا بيفضل جيم يدور على طريق لحد ما بالغلط بيدخل جيم القريه بتاعت بويد والكل. وبيكون بويد والكل حاليا في جنازه لورين وميجن، وبيشوفوا عربيه جيم وعيلته فبيستغربوا انهم دخلوا القريه.
وبنعرف هنا يا صديقي ان الكل هنا محبوسين في القريه ومش عارفين يخرجوا منها اصلا، واللي بيدخلها مستحيل يطلع منها تاني. فطبعا هم اتضايقوا ان في ناس تانية هتتحبس جنبيهم هنا ومش هيقدروا يخرجوا منها. بس يعني بويد عرف الكل دلوقتي ان محدش يتكلم مع الناس دول ولا يقول لهم على اي حاجه لحد ما يفهموا لوحدهم بنفسهم ان مفيش طريقه خروج من هنا. فبيسمعوا كل كلام بويد وبيتفقوا على كده. بعد كده بينزل جيم يسال دلوقتي اي حد من الموجودين يطلع الطريق السريع ازاي عشان يمشي من هنا، بس مفيش حد بيرد على جيم غير بس يعني بويد وكيني هما اللي بيتكلموا مع جيم وبيدلوه على مكان يطلع منه للطريق السريع. وطبعا بيكونوا عارفين انه عمره ما هيطلع الطريق السريع اصلا، بس زي ما قلت لك هم مش عاوزين يصدموا جيم واللي معاه بالقريه وحقيقتها، بل عاوزينهم يشوفوا بنفسهم ان مفيش مفر. المهم جيم بيعرف السكه فبيشكر بويد وكيني وبياخد عيلته وبينطلق في طريقه على امل انه يخرج من القريه. بس المشكله هنا ان جيم وعيلته بيفضلوا يلفوا بالعربيه مده طويله جدا، وكل مره بيرجعوا تاني لجوه القريه اكنهم بيلفوا في دوائر مش بتنتهي. وطبعا بسبب كل ده بيبداوا الكل يخافوا ويتوتروا انهم مش فاهمين اي حاجه من اللي بتحصل. في الوقت ده بنشوف بويد وكيني بيحطوا سلك شائك على الطريق بحيث يعني يعطلوا عربيه جيم وعيلته، بعد كده يتكلموا معاهم ويفهموهم وضع القريه الغريبه هنا. وهما بيعملوا كده بالمناسبه خوفا من رد فعل جيم لما يعرف الحقيقه. المهم بنسيبهم مؤقتا يحطوا السلك الشائك وبنرجع لجيم واللي معاه واللي بيكونوا حاليا لسه بيلفوا بالعربيه لحد ما فجاه بيلاقوا عربيه جايه قدامهم بسرعه كبيره تايهه زيهم بالظبط. فبسرعه بيحاول جيم يتفادى العربيه دي، وبسبب كده بتتقلب الشاحنه بتاعته والدنيا بتخرب خالص. بسبب بقى اللي حصل ده بتتصاب تابي مرات جيم وكمان ايسن ابنه، ده غير ان جيم نفسه بيكون مزنوق ومش عارف يتحرك من كرسيه. وجولي بس على فكره بتكون بخير، لكنها يعني بتكون مصابه بشويه كدمات طفيفه. المهم يعني بتسيب عربيه جيم وبنروح العربيه اللي كانت هتخبط جيم واللي برضه دلوقتي خبطت وعطلت، وحاليا بينزل مع العربيه دي شخص اسمه توبي وبيكون مصاب. ويا صديقي توبي برضه وصديقه جيد اللي معاه في عربيته مش من القريه ودخلوا بالغلط ومش عارفين يخرجوا منها زيهم زي الكل. المهم ان توبي حاليا بيكون مصاب وعمال يجري يطلب المساعده لغايه ما بيوصل لبويد وكيني وبيعرفهم اللي حصل. في وقتها بويد بيتجنن وبيأمر كيني يودي توبي المستشفى ويجيب معاه الدكتوره كريستي وكمان القس بتاع القريه عشان يساعدوا كل الناس اللي اتصابت. فيوافق كيني وبياخد توبي وبيوديه المستشفى يتعالج. بعدها بياخد القس وكريستي وكمان بيقابلوا في الطريق أليس ابن بويد، فبياخدوه وبينطلقوا بقى في طريقهم لبويد بحيث يساعدوا الكل قبل ما الليل يليل والوحوش تخرج. في الوقت ده بقى بتستغل سيرا لو تفتكرها ان مفيش حد غيرها في المستشفى وبتروح لتوبي وبتقتله بطريقه بشعه جدا. وحقيقه مش بنعرف ليه سيرا عملت كده اصلا، ولكن هنعرف قدام. في نفس اللحظه دي بيوصل بويد عند عربيه توبي وبيلاقي في العربيه جيد صديق توبي واللي بيكون سكران جدا من كتر الشرب ومش شايف قدامه. فبيطمن بويد عليه، بعدها بيربطه في العربيه عشان يعني ما يتحركش بما انه سكران، وبيروح دلوقتي يشوف جيم وعيلته. وفي اللحظه دي بيتفاجئ بويد باللي حصل لهم وعلى طول بيبدا يساعدهم وبيطلع جولي اول واحده وبيقعدها في مكان امان. في الوقت ده بيوصلوا كيني والكل، فبالتالي بيخرجوا كمان تابي وبتفوق دلوقتي تابي وبتكون كويسه، لكن بتكون في مشكله وهي ان كريستي بتعرف بويد ان الطفل ايسن مصاب في رجله اصابه كبيره ولازم يتعالج وهنا، لانهم لو نقلوه من مكان هنا للمستشفى ممكن ينزف دم كتير ويموت. وقتها بيفكر بويد وبيعرف كريستي انهم هيعالجوا الطفل ايسن هنا في العربيه ومش هيخافوا من الوحوش لان بويد معاه حجر من حجاره التعويذ، وبالتالي هيقفل العربيه كويس جدا ويحط الحجر جواها فان شاء الله هتحميهم. وقتها بتوافق كريستي وبيبداوا الكل يجهزوا العربيه. اما بقى كيني والقس واليس بياخدوا دلوقتي توبي وجولي وبيرجعوا للقريه بسرعه بحيث يحتموا هناك. بس وهم رايحين على القريه للاسف بيعدوا على السلك الشائك وكاوتش العربيه بيبوظ، ده غير ان الليل بيكون هيليل. فبسرعه بيقولوا اليس وكيني لجولي وتابي اجروا بسرعه معانا عشان نلحق ندخل لاي مكان ونكون بامان، وبينبه عليهم كيني انهم لو سمعوا اي حاجه ما يهتموش ويجروا بس والا هيموتوا. طبعا بيكونوا جولي وتابي فاهمين اي حاجه لكنهم بيقلقوا وبيجروا مع كيني واليس فعلا لمكان يحتموا فيه. في نفس الوقت ده بتكون كريستي بتعالج الطفل ايسن. اما بويد فبيفضل يقفل الشاحنه كويس ويعلق حجر التعويذه بحيث يكون في امان. فبيستغرب جيم من اللي بيحصل ده وبيسال بويد هو بيعمل ايه بالظبط، فبيعرفوا بويد انه هيعرفوا كل حاجه في الوقت المناسب. بعدها بيبص بويد من شباك الشاحنه فبيشوف ناس كتير جدا قدامه، وطبعا دول مش ناس بل وحوش زي ما احنا عارفين، لكنهم يعني مش بيهجموا على الشاحنه ولا اي حاجه في الوقت الحالي لان الشاحنه مقفوله والحجر اللي فيه التعويذه موجود جواها. المهم في الوقت ده بيبداوا الوحوش يتكلموا ويقولوا للكل انهم جايين يقدموا المساعده. بيصدق جيم وبيكون عاوز يدخلهم الشاحنه بس بويد بيمسكوا بالعافيه وبيوقفوا. بعدها بويد بيحكي لجيم وبيعرفوا ان دول مش بشر ولو دخلوا هيقتلوهم بأبشع طريقه. بيستغرب جيم وبيسال بويد امال دول ايه، فبيعرف بويد انه ما يعرفش ايه الكائنات دي بالظبط، لكن كل اللي يعرفوه هو واهل القريه ان الكائنات دي بتظهر بالليل وبيحاولوا يهاجموهم في بيوتهم، لكنهم مش بيقدروا يعملوا كده بسبب الحجاره اللي فيها التعويذ اللي الكل معلقينها في بيوتهم. وبيعرفوا بويد ان الكائنات او الوحوش دول مفيش طريقه يوصلوا لنا بيها هنا الا عن طريق ان نسمح لهم بدخول بيوتنا، عن طريق ان احنا نفتح لهم الشباك او الباب او اي حاجه. وبالتالي بيجوا في هيئه ناس نعرفها ويفضلوا يلعبوا علينا وعلى اعصابنا بحيث ندخلهم بيوتنا ويقتلونا، لكن مش بنعمل كده، عشان كده على الاقل شويه بنعيش في امان. في الوقت ده بيستغرب جيم من كل اللي بيسمعه
لكنه مش بيعلق، وبيكون اهم حاجه بالنسبه له دلوقتي انه يعالج ابنه ايثن. فبتبدا بقى كريستي تعالجه، وبنسيبهم حاليا يا صديقي وبنروح لكيني واليس والقس، واللي بيكونوا معاهم جولي وتابي وكمان جيد لو تفتكروا، وبيجروا دلوقتي وسط القريه بحيث يوصلوا لبيت دونا قبل ما الوحوش تهاجمهم. وبالفعل بيوصلوا لبيت دونا وبيفضلوا يطلبوا من الكل يدخلوهم، لكن واحد من رجاله دونا بيكون معاه سلاح وبيقف يحمي الباب، وبيقرر ما يدخلش اي حد عشان الوحوش ما يدخلوش هم التانيين يقتلوهم. في الوقت ده بيظهروا مجموعه من الوحوش على شكل بشر كالعاده، وبيحاولوا يتكلموا مع جولي وياخدوها من الكل، لكن كيني بيوقفها وبيفضلوا يخبطوا على الباب لحد ما بتيجي دونا فعلا وبتدخلهم البيت. دونا بقى يا سيدي اول ما دخلت الكل امرت جولي وتابي انهم يقعدوا على الارض، بعد كده امرت اليس يربطهم، وبتكون دونا بتعمل كده لان دي اول ليله لجولي وتابي في المدينه المخيفه دي، وبالتالي مش مضمون ايه اللي ممكن يعملوه لما يترعبوا ويعرفوا حقيقه المكان. وقتها بيكون اليس رافض انه يربطهم، لكنه بيسمع كلام دونا وبيربطهم فعلا. بعدها بيروح اليس يربط جيد رغم ان جيد اصلا مغمى عليه، لكنه بيربطه احتياطي عشان الليله دي تعدي على خير. بس يا سيدي بتقعد دلوقتي دونا مع تابي، وبتفضل بقى دونا تحكي لها عن القريه دي وكل اللي بيدور فيها. وطبعا بتكون تابي مصدومه، لكن دونا بتاكد لها ان كل كلامها ده صح، وهي لازم تسمع كلامها كويس جدا بحيث تقدر تعيش بامان في القريه هنا هي وعيلتها. وبتحكي دونا لتابي عن ازاي هي التانية وصلت للمدينه هنا، وبنعرف هنا بقى ان دونا كانت في مكان قريب للمدينه هنا هي واختها، وكانوا بيصطادوا، واثناء ما كانوا ماشيين بالعربيه في طريقهم لقوا قدامهم الشجره المقطوعه في نص الطريق، واللي شافوها جيم وتابي وعيالهم لو تفتكر. وبالتالي يا صديقي بنعرف ان كل الناس اللي وصلوا للمدينه او القريه دي اول حاجه بيشوفوها هي الشجره المقطوعه. بعد كده بيلاقوا نفسهم جوه المدينه ومش قادرين يخرجوا منها خالص. وبتعرف دونا تابي انها هي واختها لما شافوا الشجره المقطوعه دي بعدوا عنها خالص ودوروا على طريق تاني لحد ما لقوا نفسهم في القريه هنا، ولقوا قدامهم واحد من الوحوش. فنزلت اخت دونا تشوفه وهي مفكراه بشري عادي خالص، لكنه طلع وحش وقتلها. بعدها دونا خافت وهربت بالعربيه وراحت لمكان استخبت فيه لحد تاني يوم. وتاني يوم بقى قابلت اهل القريه وعرفت دلوقتي قصه القريه وعاشت هنا. طبعا بتكون تابي بتسمع كل ده وهي مصدومه، وهي مش مصدقه انها تعيش في القريه دي وسط كل الرعب ده. نفس ده كانت جولي بنت تابي مربوطه وقاعده في مكان تاني في البيت، وتابي يجيلها شخص كده عايش في البيت اسمه فيكتور وبيفضل يضايقها، لكن بتيجي فاطمه وبتمشيه وعايزك تفتكر فيكتور ده كويس جدا لقدام. وبعد كده اتكلمت فاطمه مع جولي وفكتها كمان وخدتها لاوضه اليس ووريتها رسومات اليس الجميله بحيث يعني تهديها وما تبقاش خايفه. في نفس الوقت ده كان كيني في البيت هنا برضه، وقاعد دلوقتي بيتكلم مع القس عن قصه وصوله للمدينه هنا. وبنعرف هنا ان ابو كيني اللي اسمه لو اتصاب بالخرف من فتره كده، وفي مره خرج من البيت ومحدش يعرف عنه حاجه، فكيني وامه خرجوا يدوروا عليه لحد ما لقيوه خدوه بقى بحيث يروحوا البيت، لكنهم لقوا نفسهم بالغلط ووصلوا للشجره المقطوعه ومنها القريه وعاشوا هنا زي الكل. اما بعيدا عن كل ده بقى بنروح للمستشفى وبنشوف سيرا لسه في المستشفى قدام جثه توبي، وبتكون سيرا زعلانه وكئيبه وكانها ما كانتش عايزه تقتله. حاليا بقى سيرا بتفضل تتكلم مع نفسها، او بمعنى اصح بتتكلم مع الوحوش، وبنعرف هنا ان الوحوش مسيطره على سيرا وهم اللي خلوها اصلا تقتل. وحاليا بيطلبوا منها حاجه تانية فبتوافق سيرا انها تعملها وغصب عنها. بعدها بنشوف سيرا في بيتها وبيجي لها اخوها، فبتفضل تعيط لاخوها، وبتعرفوا سيرا ان الوحوش سيطروا عليها وفضلوا يطلبوا منها تشيل التعويذ من على باب المستشفى وتقتل توبي، وفي المقابله يسمحوا لها هي واخوها يرجعوا لبلدهم، وبالتالي عملت كده. طبعا بتصدم اخو سيرا وبيعرف ان اكيد هتحصل كارثه في المستشفى، وتعرف اللي حسبه اخو سيرا ليه، لان في الوقت ده في المستشفى كان قاعد لو العجوز مع ممرضه في المستشفى اسمها جينا، وجينا حاليا بتخلص عادتها مع لو وبتودي اوضته، وبتروح بقى جينا تطمن على توبي، فبتلاقيه ميت، وفوق كل ده بتلاقي التعويذه مش موجوده وباب المستشفى مفتوح، وبتلاقي قدامها الوحوش في هيئه بشر وبيجروا وراها، فبتترعب جينا ومش بنعرف حصل لها ايه حاليا. في نفس الوقت ده بيكونوا جيم وبويد وكريستي لسه في الشاحنه وبيعالجوا الطفل ايثن، والحمد لله بتقدر كريستي تعالجه وايثن بيفوق وبيكون كويس. واول ما بيفوق ايثن بيفضل يقول كلام غريب كده زي انه حلم انه في مكان مليان رسومات كده وما يعرفش ايه المكان ده خالص. لكن في نفس الوقت ده يا صديقي بنشوف فيكتور في اوضته في بيت دونا، واوضته بتكون مليانه رسومات زي ما ايثن حلم بيها بالظبط. طب ده معناه ايه؟ لسه ما نعرفش، ولكن هنعرف قدام. فالموال بيعدي الوقت بقى والصبح بيطلع، والحمد لله بيكونوا جيم وبويد وايثن وكريستي بخير، فبيخرجوا من الشاحنه وبيجوا لهم حاليا كيني والقس وجولي وتابي، وبيفرحوا الكل انهم بخير وبياخدوا الوقت بعضيهم بحيث يرجعوا على القريه. اول ما بيرجعوا لكل القريه بيروحوا كيني وكريستي والقس للمستشفى، وهناك بيتفاجئوا ان الوحوش قتلت جينا ولو وكمان توبي، لانهم طبعا بيفتكروا ان الوحوش هم اللي قتلوا توبي وبالتالي قتلوا الكل. المهم ان كيني بيروح لابوه فبيشوفه هو ميت وبيكون زعلان جدا وبيفضل يعيط ويصرخ من الحزن. بنسيب بقى كيني في حزنه وبنروح لجيم وعيلته واللي بيكونوا قاعدين حاليا في بيت دونا. المهم ان الطفل ايثن بقى حاليا بيبص من الشباك، بيشوف طفل واقف في الشارع بيبص لايثن ويشاور له انه يسكت وما يقولش لحد انه شايفه. من الطفل ده وبيظهر ليه لايثن لسه ما نعرفش. تاني يوم بيصحى بويد في بيته عادي خالص،
فبيبص بويد حاليا على صندوق عربيه كده قدام البيت، وبيكون بويد متاثر جدا. طب ليه بويد متاثر قوي كده؟ ده لان الصندوق ده المفروض انها اداه عقاب هنا في القريه، وبويد نفسه اللي عمله بايده. وباختصار يعني المفترض ان اي حد بيعمل حاجه غلط تتسبب في موت حد من القريه بيتحبس في الصندوق ده يوم كامل بدون تعويذه وبدون اي حاجه تحميه، بحيث يعني الوحوش تهجم عليه في الليل وتقتله. والعلم بويد حاليا متاثر قوي كده انه هيضطر يحط فرانك في الصندوق هنا ده، لان فرانك بسبب اهماله ماتت مراته وبنته، فلازم يتعاقب. المهم بيروح دلوقتي بويد على الاسم، وبيروح لفرانك اللي كان محبوس في اوضه كده، وبيعرف بويد فرانك ان اللي هيحصل النهارده ده مش شخصي، وانه مضطر يحطه في الصندوق عشان الناس ما تعملش زيه بعد كده. بيعرفوا فرانك انه متفهم الكلام ده ويستحق العقاب، وبيطلب منه فرانك بس انه يروح لمكان كده في القريه قبل ما يموت. فيوافق بويد وبياخد المكان ده، ويفضل فرانك بقى واقف في المكان ده يفتكر بنته انه كان دايما بيلعب معاها هنا. وبيكون فرانك متاثر جدا، ومش فرانك لوحده، الكلام ده كله بيأثر في بويد بجد. فبياخد بعضه وبيروح للقس، وبيعرف بويد القس انه متضايق من اللي هيعمله في فرانك النهارده ومش عاوز يعمل كده. بس القس بيعرف بويد انه مضطر يعمل كده ويحط فرانك في الصندوق، لان فرانك غلط ولازم يتعاقب، ولو ما تعاقبش كل الناس هتغلط زيه. بيوافق بويد وهو زعلان ويسيب القس وبيمشي. بس يا صديقي بويد ما بيقدرش يعمل كده، فبيروح للقسم عند فرانك وبيعرفه انه مش قادر يحطه في الصندوق ويسيبه يموت. وبالتالي بيدي بويد لفرانك حجر عليه تعويذه، وبيطلب بويد من فرانك انه يهرب من هنا ويروح لكوخ كده متطرف على اول القريه ويعيش هناك فتره. وبويد بعد كده هيعرف الكل انه مات وخلاص المشكله تتحل. في اللحظه دي بيوافق فرانك على كلام بويد وبيشكره جدا جدا. في نفس الوقت ده بنشوف ان جيد لو تفتكروا اخيرا فاق في بيت دونا. فطبعا بتقعد دونا دلوقتي معاه وتفهمه كل حاجه عن القريه، وان الوحوش قتلت صاحبه توبي وكل الكلام ده. بس جيد التافه عشان خاطر واحد غني جدا 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 مش بيصدق كل الكلام ده، وبيفتكر ان توبي لسه عايش وانه عامل مقلب وجايب القريه هنا الغريبه دي ومأجر كل الناس دول بحيث يعملوا في جيد مقلب. وبعيدا يعني عن الضحك، فعايزك تتاكد يا صديقي ان جيد ده تافه لدرجه انه كان فعلا مصدق 100% ان ده بجد مقلب. فبتتخانق مع دونا وبتسيبه. فبيخرج جيد دلوقتي يلف في المدينه يدور على صديقه توبي اللي لسه مقتنع انه عايش. في الوقت ده في مطعم المدينه بنشوف ان كيني بيروح يساعد امه في المطعم، انها طبعا مش كويسه من وقت موت ابوله. وبتيجي دلوقتي في الوقت ده سيرة لانها شغاله في المطعم زي ما قلنا، وطبعا بتكون سيرة متوتره لانها سبب موت لو، لكن مش بتقول لحد. وبتشتغل دلوقتي في المطعم عادي خالص. وبعد فتره مش طويله بيوصل جيد للمطعم وبيقعد مع كيني، وبيحاول كيني يفهمه ان المدينه مليانه وحوش فعلا، وان صاحب توبي مات بجد وان ده مش مقلب. لكن برضه جيد مش بيصدق كيني وبيسيبه وبيمشي. وبيفضل جيد بقى يلف في المدينه يدور على صاحب توبي لحد ما بيلاقي جيد زي بدروم كده تحت الارض. فبينزل حاليا البدروم ده على امل انه يلاقي توبي، لكنه مش بيلاقيه، وبيتخيل قدامه ان شخص ميت والشخص ده بيصرخ في وشه. فبيخاف جيد وبيقع على الارض من الرعب. بعدها بيقوم يجري وهو لسه برضه مفكر كل ده مجرد مقلب وعاوز يلاقي توبي صاحبه. في الاثناء دي ولكن في بيت دونا بنشوف ان دونا بتتكلم مع جيم وتابي وبتعرفهم ان القس عاوز يتكلم معاهم. فبيخرجوا دلوقتي الكل يتكلموا مع القس، وبيعرفهم القس ان النهارده هيتعمل لهم حاجه كده اسمها طقوس الاختيار. وفي طقوس الاختيار دي لازم يختاروا يا اما يعيشوا في بيت لوحدهم يا اما يعيشوا هنا مع دونا وباقي الموجودين هنا. وبيقرر القس انه هياخد جيم وتابي يفرجهم على بيت بحيث يعني لو عجبهم يختاروا يعيشوا فيه. بتكون جولي عاوزه تروح معاهم، بس جيم وتابي بيرفضوا انهم عاوزينها تقعد مع ايسن اخوها وتاخد بالها منه. وسبب كده بتتضايق جولي بس مش بتعلق. وبياخد دلوقتي القس تابي وجيم وبيوديهم بيت فرانك وعيلته، لان ده يعني هيكون بيتهم الجديد. وطبعا بيشوفوا دلوقتي اثار موت لورين وميجن، وبيكونوا الكل مصدومين من كل اللي شايفينه خصوصا تابي. بس جيم بيهديها وبيعرفها دلوقتي انهم هيعيشوا هنا وياخدوا بالهم ومش هيحصل لهم حاجه زي اللي حصلت للعيال اللي قبليهم. فبتقتنع تابي بكلام جيم وبتوافق عليه. على الجانب الاخر بيكون أليس واقف مع فاطمه وجولي وايسن، وبيعمل دلوقتي عكاز لايسن كده يستخدمه لحد ما رجله تخف خالص. ويفرح ايسن جدا وبيفضل يشكر أليس. بعدها بيشوف ايسن فيكتور واقف عند الغابه كده وعمال يروح للشجر، وما بيكونش ايسن فاهم هو بيعمل ايه بالظبط. فبيروح لايسن وبيساله انت بتعمل ايه، لكن فيكتور مش بيرضى يقول له. وقتها ما اهتمش ايسن وسال فيكتور لو يعرف الطفل اللي بيقعد قدام البيت دايما ده، ويكون قصد ايسن عن الطفل اللي بيتخيله على طول. المهم ان فيكتور بيكون واضح كده انه عارف موضوع الطفل ده وبيتخيله برضه. فبيفضل يسال ايسن شافه فين بالظبط وهكذا. وبيعرف فيكتور ايسن انهم من اللحظه دي صحاب، وبيعرفوا فيكتور برضه انه كان هنا في الغابه بيكشف على الشجر، لان فيكتور شاكك ان الشجر مكانه بيتغير. وبيطلب فيكتور من ايسن لو قابل الطفل ده تاني او شافه يعرفوا ان فيكتور بيسلم عليه. فبيوافق ايسن وهو مش فاهم اي حاجه زينا بالظبط كده. وبتيجي حاليا جولي وما بتكونش مرتاحه برضه لفيكتور، بتاخد ايسن وبتمشي. بعد فتره مش طويله بنشوف ان بويد والقس مجمعين كل اهل القريه بحيث يعملوا طقوس الاختيار، وبيكون من ضمن الموجودين جيد وكمان يعني جيم وعيلته بحيث يختاروا يعني هيعيشوا فين، في البلده هنا ولا في بيت دونا. وبنعرف هنا يا صديقي ان دونا عامله في بيتها زي جماعه كده، وانهم كده دايما ضد بويد واي حد عايش في القريه ومش عايش معاهم.
المهم قبل ما تبدا طقوس الاختيار بيوصل للمكان فجاه فرانك واللي بيكون ما هربش، وبيشكر دلوقتي بويد انه كان عاوز يهربه من هنا، لكنه بيعرفوا انه مش هيقدر يهرب ولازم يتعاقب على اهماله لانه كان سبب في موت مراته وبنته. طبعا بيتعاطفوا الكل مع فرانك وبيصعب عليهم بجد، ما عدا جايد التافه اللي بيكون لسه فاكر ان ده برضه مجرد مقلب، فبيفضل يضحك وده بينرفز بويد بشكل مش طبيعي، فبيضرب بويد جايد بعنف وبيساله انت هتختار تعيش فين. فبيعرفوا جايد انه هيعيش في بيت في القريه، بيوافق بويد وبيأمر دلوقتي جايد يمشي حالا من هنا، وبيجي كيني وبياخد جايد وبيمشي. بعدها بيسال بويد جيم هيعيش فين، فبيعرفوا جيم انه هيعيش في بيت في القريه، وتابي وايسن كمان بيختاروا نفس الكلام. لكن جولي اللي اساسا كانت متضايقه من ابوها وامها زي ما قلنا بتقرر تعيش في بيت دونا، وده بيعصب جيم وتابي جدا انهم مش هيقدروا يعيشوا من غيرها، لكنهم مش بيقدروا يعملوا اي حاجه لان القرار تم. بس بعد كده كل واحد بيروح على بيت بما فيهم جيم وتابي وايسن واللي بيروحوا على بيتهم الجديد. اما بويد فبياخد فرانك وبيحطه في الصندوق وهو متضايق وبيروح. في الاثناء دي بقى بنشوف ان كيني بياخد جيد للمقابر وبيوريه جثه صديقه توبي، واخيرا بيصدق جيد ان ده مش مقلب وان كل حاجه بتحصل هنا بجد. فطبعا بيزعل جدا على توبي، وبيفضل دلوقتي كيني يهديه وبياخده لبيته عشان يعني يعيش معاه كام يوم كده لحد ما يهدى وكمان يشوفوا له شقه تانية. في نفس اليوم ده بالليل بنشوف ان فرانك قاعد في الصندوق وهو مرعوب من اللي مستنيه، ومره واحده بيوصلوا الوحوش وبيهجموا عليه وبيقتلوه. تاني يوم بيروح بويد للصندوق وبيلاقي طبعا جثه فرانك، وبيكون واضح انه اتقتل بطريقه بشعه، فبيتضايق بويد وبيبدا يلم الجثه وبياخدها في عربه وبيروح بيها للقس. وبيكون بويد متعصب جدا من القس لانه حاسه هو سبب في ان فرانك يموت، طبعا القس كان مصر ان فرانك يتعاقب وما حاولش ان هو يهدي بويد، فبالتالي بيتخانق بويد مع القس ويسيب له جثه فرانك بحيث يدفنها بنفسه وبيمشي. بيرجع دلوقتي بويد عند الصندوق وبيبدا يصلحه من جديد انه كان اتدمر خالص بسبب الوحوش. في الاثناء دي بيجي القس لبويد، وبيعرف القس بويد انه عارف كويس قوي انه بيمر بمرحله صعبه جدا بسبب مراته اللي ماتت اول ما بويد وصل للقريه. وبيعرف القس انه كمان عارف ان كل حد بيموت بويد بيزعل عليه جدا انه بيفتكر مراته. بيطلب القس دلوقتي من بويد انه يتخطى كل ده لانه شخص شجاع وذكي، يكفي ان هو اللي ليه التعاويذ اللي بتحمي دلوقتي الناس كلها في الليل. وبيعرف القس بويد انه واثق انه هيكون الشخص اللي هيرجعهم بيوتهم في يوم من الايام، وعشان كده عاوز يكون اقوى من كده شويه، وبيسيب القس بويد وبيمشي. الناحيه التانيه بياخد جيم ابنه ايسن ويروحوا يفطروا في مطعم ام كيني، وفي الاثناء دي بيتكلم ايسن مع جيم، وبنعرف من كلامهم ان جيم كان عنده ابن ثالث اسمه توماس، ومفروض يعني ان توماس ده مات زمان وهو رضيع، وبيكون ايسن مفتقد اخوه جدا، وبالتالي بيحكي دلوقتي عنه مع جيم. لكن جيم بيتاثر فبيسيب ايسن وبيدخل الحمام، ومجرد ما بيدخل ايسن الحمام بيوصل فيكتور للمكان وبيقعد مع ايسن. فيكتور عرف ايسن ان الشجر طلع فعلا اتحرك من مكانه مسافه 10 سم. بعدها بيطلع فيكتور رسمه كده فيها الطفل اللي شافه ايسن، وبيسال فيكتور ايسن هل هو ده الطفل اللي شافه، فبيأكد ايسن كل ده. فبيعرف فيكتور ايسن ان هو كمان بيشوف الطفل ده ولازم يوصلوا له سوا وبسرعه. بس في اللحظه دي بقى بيوصل جيم، ولما بيشوف جيم فيكتور قاعد مع ايسن ابنه مش بيطمن له، بياخد جيم منه الرسمه اللي راسمها للطفل وبيتخانق معاه وبيحذره يقرب لابنه تاني وبيرميه بره المطعم خالص. على الجانب الاخر بقى بنشوف ان تابي بتروح لجولي بالدونا على امل انها تقنعها تيجي تعيش معاهم في القريه، لكن تابي بترفض. وبتعرف دلوقتي امها انها عارفه كويس جدا ان هي وجيم ابوها كانوا اتطلقوا قريب جدا بسبب زعلهم على موت توماس، لكن لما وصلوا هنا اجلوا الطلاق ده. وبتعرف جولي تابي ان ده السبب الرئيسي اللي خلاها تعيش هنا عند دونا، انها مش قادره تعيش معاهم بكل المشاكل اللي بينهم وبين بعض دايما كده. وبتسيب جولي تابي وبتمشي. بترجع دلوقتي تابي بيتها وهي زعلانه، وبتقعد مع جيم وبيفضلوا يتخانقوا كالعاده ويتهموا بعض انهم كانوا سبب موت توماس، وبيفضلوا يتكلموا كتير جدا في الطلاق. في الوقت ده بقى بنشوف ان فيكتور بيجي لايسن من غير ما حد يشوفه وبيطلب منه يجي معاه مشوار. بيوافق ايسن وبيخرج مع فيكتور، وبياخدوا فيكتور دلوقتي بقى للغابه بحيث يدوروا على الطفل الغريب. وبالفعل اثناء ما كانوا موجودين في الغابه بيشوفوا الطفل ده، فيفضلوا يمشوا وراه لكنه بيختفي تماما. بيفضلوا يتمشوا كتير جدا، وبيفضل فيكتور يحكي لايسن عن نفسه وانه اول واحد وصل للقريه الغريبه دي، وانه وصلها وهو طفل حرفيا وفضل عايش فيها لحد ما بقى كبير كده. وهنعرف اكتر يا صديقي عن قصه فيكتور قدام. المهم بعد كده بيشوف فيكتور شجره غريبه، والشجره دي بيكون فيها فتحه كده غريبه، فبيعرف فيكتور ايسن ان الشجره دي هتجننه حرفيا لان فيها حاجات غريبه، وعشان كده فيكتور بيفهم ايسن اكتر عنها، وبيجيب طوبه كده وبيرميها في الفتحه اللي في الشجره. فبشكل مش مفهوم تماما الطوبه دي بتتحدف تاني عند فيكتور وايسن وكأنها واقعه من السماء. ازاي ده حصل؟ فيكتور لغايه دلوقتي لسه ما يعرفش، بس بيكون فيكتور حاسس ان الشجره دي زي بوابه بتخرجهم من مكان لمكان، وبيكون فيكتور حاسس برضه ان الشجره دي هتكون سبب انهم يخرجوا من القريه المشؤومه دي. لكن في الوقت ده يا صديقي بيفضل فيكتور يسمع صوت هوهوة كلاب، وبيكون متضايق جدا من الصوت ده، فبياخد ايسن بحيث يمشي من هنا. وافهمك قدام ليه فيكتور بيتضايق جدا من صوت الكلاب. المهم في الاثناء دي بيكتشفوا جيم وتابي ان ايسن اختفى، فبيخرجوا يدوروا عليه في الغابه، لكنهم بيتحوطوا بكلاب كتير جدا وبيكونوا خايفين. بس بيجي فيكتور وبيضرب طلقه في الهواء، المسدس كده كان معاه، فالكلاب بيهربوا. وبيروح دلوقتي ايسن لتابي وجيم
وبيكون جيم متعصب جدا من فيكتور وهيتعارك معاه، لكن فيكتور بيثبته بالمسدس وبيهرب. فيكتور بقى يا صديقي لما هرب كان بدأ يفتكر ماضيه، فبنرجع بقى للماضي وبنشوف ان فيكتور لما وصل لمدينه هنا وهو طفل استخبى في البدروم او القبو الغريب اللي سبق وجيد نزل له قبل كده لو تفتكر. وتاني يوم بقى لما خرج فيكتور من القبو ده ليه قدامه جثث ناس كتير جدا وصلوا للمكان هنا واتقتلوا على ايد الوحوش، وبيكون في كلب كده عمال يهوهو وياكل من الجثث دي، وده اللي عمل عقده لفيكتور من صوت الكلاب لحد دلوقتي. المهم ان في الوقت ده شاف فيكتور الطفل الغريب فبدأ يمشي وراه، وبنعرف ان فيكتور بيشوف الطفل الغريب ده من يوم ما وصل للقريه لحد النهارده، ونفسه يعرف مين الطفل ده وبيظهر له ليه لكنه مش قادر. في المجمل بنرجع بقى من الذكريات دي وبنشوف ان فيكتور بيروح اوضته في بيت دونا وبيعلق صور للكلب اللي لسه شايفه من شويه جنب صور كتير جدا كان راسمها ومعلقها. ولما بيخلص فيكتور بيخرج بره البيت وبيفضل يحفر قبور كتير جدا ومحدش بيكون فاهم هو بيعمل كده ليه، بس يعني هنفهم كل الكلام ده قدام. اما في نفس الوقت ده على الجانب الاخر بيروح جيم لبويد وبيعرفه بكل حاجه فيكتور عملها وبيطلب منه يعني انه يبعده عن ابنه، فبيعرفوا بويد انه هيتواصل مع دونا وهيعرفها اللي حصل بحيث يعني تأدب فيكتور وتبعده عن ايسن خالص. وبيعزم بويد جيم انه يجي هو ومراته وعيلته يتعشوا سوا في مطعم ام كيني، بيوافق جيم وبيتفقوا على كده. في الاثناء دي بيكون جيد عند القبو الغريب وبيجي دلوقتي كيني، فبياخد جيد كيني للقبو وبيعرف جيد كيني انه جه القبو ده قبل كده وشاف في القبو ده رمز غريب مرسوم على الحيطه. بعد كده شاف شخص ميت والشخص ده فضل يصرخ عليه بعدها اختفى. وبيسأل دلوقتي جيد كيني ده معناه ايه بالظبط. بيعرفوا كيني ما يعرفش اي حاجه، لكن يعني في ناس كتير بتظهر لها حاجات كتير غريبه طول ما هم في المدينه، وعموما يعني بيحاول يهديه ويطمنه ان كل حاجه تمام. فبياخد كيني جيد للاسم يقعدوا شويه هناك، وفي الوقت ده بيشتغل راديو كده في الاسم بتجيله فيه اشاره، فبيستغرب جيد، بس يعني كيني بيعرفه ان دايما في اشارات كده عشوائيه بتجيلهم لكنها بتختفي بسرعه ومحدش يعرف معنى الاشارات دي. في اللحظه دي بيحس جيد ان الموضوع بتاع الراديو والاشارات دي هتفيده كويس جدا انه يرجع بيته، فبالتالي بياخد الراديو ده وبيمشي من المكان. على الناحيه التانيه بنلاقي بويد وجيم وتابي وايسن في مطعم ام كيني بيتعشوا، وبتكون سيرا بتجيب لهم الاكل هنا طبعا. في الوقت ده بيجي كيني فبيخرج له بويد يتكلم معاه، اما سيرا بقى بتكون مركزه مع جيم وعيلته خصوصا ايسن. وفجاه بتحصل حاجه غريبه ان في زي عروق بتظهر في ايد سيرا وبتكون العروق دي جمله وهي اقتلي ايسن. طبعا بنعرف ان دي رساله من الوحوش عشان تقتل ايسن. ومن بعد كده الجمله دي بتختفي من على ايد سيرا وبتبدا سيرا تتعب وبتفضل تتشنج، فبيجي لها بويد والكل يطمنوا عليها ويلحقوها. بعد اللي حصل ده بتتنقل سيرا للمستشفى، وبعد فتره مش طويله بنشوف ان سيرا فاقت تمام في المستشفى وبقت كويسه وبخير، ويكون اللي جالها دلوقتي ده كانت مجرد نوبه مش اكتر من كده. ورغم ان كريستي مش عارفه النوبه دي جات لها من ايه بالظبط، الا انها بتفرح ان سيرا بقت كويسه وبخير. وبتتكلم دلوقتي سيرا مع كريستي وبتطلب منها انها مش عايزه اخوها يجي يزورها، وبتكون سيرا بتعمل كده لانها عارفه ان اخوها هيفضل يسالها ايه اللي حصل لك، وهي مش عايزه تقول له انها هتقتل حد تاني زي ما الوحوش امروها قبل كده، لان طبعا اخوها هيعارض. في المجمل بعد فتره مش طويله قوي بيوصل لمكان بويد بحيث يطمن على سيرا، وبتقابله كريستي وبتطمنه انها يعني بقت كويسه. وتلاحظ دلوقتي كريستي ان بويد ايده بتترعش وبتعرف انه مرض، فبتساله مالك في ايه، لكنه بيعرفها انه كويس وبيلغوش على الموضوع. بعد كده بتطلب كريستي من بويد انه يخلي اخو سيرا ما يقابلهمش، فبيوافق بويد وبيخرج من المستشفى. في الصدفه بيقابل اخو سيرا وهو جاي لاخته، فبيعرفوا بويد ان سيرا تعبانه ومش تقدر تقابله، فبيستغرب اخو سيرا لكنه بيعدي الموقف وبيروح البيت. ولما بيرجع اخو سيرا البيت بيفضل يدور فيه كويس جدا جدا لحد ما بيلاقي فستان بتاع سيرا مليان دم، والعلم الفستان ده مليان دم كده من يوم ما سيرا قتلت توبي. وفي اللحظه بيحس اخو سيرا ان سيرا قتلت حد مش مجرد فتحت باب المستشفى زي ما قالت له، وبالتالي بيقرر اخو سيرا يتصرف مع اخته بسرعه ويوقفها عن اللي بتعمله باي شكل. تاني يوم بقى بيروح بويد الاسم وبيفضل بويد يفكر كويس جدا في طريقه يخرجوا بيها الكل من القريه. بعد كده بيوصل كيني فبيعرفوا بويد انه هيروح يزور مراته، وبيودع دلوقتي كيني وبيمشي. بيروح بويد للمكان اللي مدفونه فيه مراته وبيتكلم معاها كعادته، وبعد كده بيفضل يفضفض معاها ويعرفها انه عنده طريقه كده يخرج بيها كل الناس من القريه دي، لكنه عاوزها تساعده باي اشاره. وبيطلب بويد من مراته انها تديله اي اشاره باي شكل كان لو عايزاه يكمل في خطته دي او يسيبها ويسكت، وبيفضل بقى مستني لو تجيله اشاره كده ولا كده. على الناحيه التانيه بيروح جيد يقعد في حانه كده في القريه، وبيكون معاه الراديو اللي سرقه من كيني. بيقعد دلوقتي جيد مع صاحب الحانه دي وبيفضلوا يتكلموا، وصاحب الحانه بيعرف جيد انه لازم يحاول يرسل اشاره من الراديو، وساعتها هيعرفوا الناس اللي بره المدينه انهم لسه عايشين وممكن دي تبقى طريقه يخرجوا بيها الناس من هنا. فبيتبسط جيد بالتفكير ده وبيقرر ينفذ الموضوع ده ويحاول باي شكل يبعت اشاره من الراديو ده اللي معاه. في الاثناء دي بقى بتخرج سيرا من المستشفى وبتروح سيرا تزور جيم وتابي وايسن في البيت، وبتكون سيرا جايه هنا عشان تلاقي طريقه تقتل بيها ايسن زي ما الوحوش امروها. المهم بتقعد سيرا تلعب شويه مع ايسن، بعد كده بتقرر تاخد ايسن للحظيره اللي اخوها بيلعب فيها الحيوانات بس يعني يشوفها ويلعب مع الحيوانات اللي هناك. وطبعا بتكون سيرا عايزه تاخد ايسن لهناك بحيث تقتله، بتستأذن سيرا من تابي انها تاخد ايسن ويروحوا الحظيره، بتوافق تابي وبتقرر تروح معاهم. بتتضايق سيرا لكنها بتوافق.
بعدها بتروح سيرة وتابي وإيسن للحظيرة، وبتفضل سيرة تتكلم مع تابي وبتعرفها إن زمان جدا ما كانش في أي تعويذ تحمي سكان القرية من الوحوش، فكانوا بيضطروا إن هم يستخبوا في الليل في مخابئ كتير عشوائية في القرية بحيث يكونوا في أمان بعيد عن الوحوش. وبتاخد سيرة تابي توريها مخبأ كده من دول، لكن في الحقيقة بقى فسيرة بتحبس تابي في المخبأ ده وبتروح للطفل إيسن بحيث تقتله. في نفس الوقت ده اخو سيرة بيروح للقس وبيعرف القس ان اخته هي اللي كانت السبب في موت لو وجينا وتوبي، وبيعرف اخو سيرة القس انه جاي يعرفه الكلام ده لانه عاوزه يساعده ويوقفوا سيرة عن اللي بتعمله ده من غير ما حد في القرية يعرف بحيث ما تتأذيش. بيوقف القس وبيقرر يروح فورا مع اخو سيرة لسيرة، وبيروحوا دلوقتي حاليا الاثنين المطعم بتاع ام كيني على امل ان سيرة تكون هناك، لكنهم مش بيلاقوا سيرة هناك وبيعرفوا انها في الحظيرة. في اللحظة دي بيخافوا الكل، وبيروح دلوقتي اخو سيرة على الحظيرة، واول ما بيوصل هناك بيلاقي سيرة بتحاول تقتل ايسن، فبيجري اخو سيرة عليها وبيمسكها وبيسمح لايسن ان هو يهرب من المكان. بعد كده بيحاول اخو سيرة يهديها عشان خاطر ما تجريش ورا ايسن وتحاول تقتله. وسط كل ده بقى وعن طريق الغلط بتقطع سيرة رقبة اخوها وبتكون مصدومة من اللي عملته ده، وللاسف في مشهد حزين جدا بيقع اخو سيرة سايح في دمه وميت بدون اي ذنب. بعد شويه بقى بيوصل القس وبيشوف سيرة وبيشوف دلوقتي اخوها وهو مقتول، وبيكون مصدوم حرفيا ومش بنعرف القس عمل ايه مع سيرة بالظبط. لكن ما عداش وقت طويل وبويد وكل اهل القريه وصلوا للحظيره بحيث يشوفوا ايه اللي حصل. وطبعا بيروح جيم وبيخرج مراته من المكان اللي محبوسه فيه. بعد كده بيدوروا على ايسن، فبيلاقوا ايسن بخير، بيلاقوه مع اخته جولي اللي راح لها اول ما هرب عشان خاطر تحميه. في المجمل بقى بيجي القس حاليا وبيسالوا بويد عن مكان سيرة، فبيعرفوا القس انها هربت وانه ما يعرفش مكانها، فبيصدقوا بويد وبيعدي الموقف. وبيجي دلوقتي جيم بقى وبيتخانق مع بويد والقس ان القريه دي مش امان خالص، حتى الناس اللي فيها الكويسه مش امان، وبيطلب منهم دلوقتي يامنوا القريه اكتر من كده ويدوروا على السيره المجرمه دي ويحاكموها. فبيوافق بويد وهو متضايق من اللي حصل النهارده وبيمشي. بعد كده بيروح بويد يقعد مع ام كريستي في مطعم ام كيني، واثناء ما هم قاعدين فجاه في راديو كده في المطعم بيشتغل لوحده ومحدش بيكون فاهم يشتغل ازاي، لكن بويد بيفضل يفكر وبيعرف في النهايه ان دي اشاره من مراته عشان يعني ينفذ خطته لا يخرج بيها الناس من هنا. فبيفرح بويد جدا وبيقرر من اللحظه دي انه خلاص هينفذ خطته على امل انه يقدر يخرج كل الناس من القريه دي ويرجعهم بيوتهم. بناء عليه تاني يوم بيكون بويد وكيني بيدفنوا اخو سيرة، وفي الاثناء دي يتكلم بويد مع كيني وعرفوا ان عنده خطه حلوه جدا يمكن تنجحهم ويخرجوا بيها من القريه هنا. والخطه دي باختصار ان بويد هياخد معاه تعويذه وهينطلق في الغابه وهيفضل يمشي فيها يمكن يلاقي مخرج. وبيكون بويد ما يعرفش هل التعويذه تحميه وهو في الغابه ومش في بيته وحامي نفسه او كده ولا لا، لكن بويد بيقرر انه هيقوم بالمهمه دي مهما كلفه الامر وخلاص، ويمكن يلاقي طريقه للخروج من القريه دي. الواحد ده بيزعل كيني ان بويد هيعمل كده وهيمشي من القريه، لان كيني بيكون متاكد ان اكيد بويد هيموت، وده كيني مش عاوزه لانه بيحب بويد زي ما ابوه بالظبط، ده غير كده ان هو القائد بتاعهم الوحيد. وبسبب كده كيني بيتضايق جدا من بويد وبيمشي. وقتها بيروح بويد يقعد مع كريستي بما انها اقرب حد لكيني، وبيسال دلوقتي بويد كريستي عن كيني واخباره الفتره الاخيره. وتعرفوا كريستي ان كيني بيعاني من اكتئاب شديد جدا جدا من وقت موت ابوه، وتعرفوا انه اكيد زعل منه لما قال له انه هيمشي لانه يعني بيعتبره زي ابوه بالظبط. في اللحظه دي بيتاثر بويد، فبيرجع لكيني تاني وبيتكلم معاه وبيعرفوا انه بيحبه بجد زي ابنه ومش حابب ان هو يبعد ويسيبه، لكنه مضطر يعمل كده عشان يلاقي طريقه يرجعوا بيها لبيوتهم. وبيعرف بويد كيني انه مريض للاسف بمرض كده اسمه الباركنسون، والمرض ده المفروض يعني ان هو اللي بيخلي ايد بويد تترعش كده، وفي النهايه المفروض ان المرض ده هيقتل بويد زي ما قتل ابوه زمان، لانه وارث المرض ده من ابوه. بناء عليه بويد عاوز يروح في المهمه دي للغابه يمكن يقدر يلاقي طريقه يروحهم بيوتهم قبل ما بويد يموت. طبعا بيتاثر كيني جدا وبيعرف بويد انه خلاص يقدر يروح مهمته دي وهو هيكون المأمور مكانه وهيتولى كل حاجه في المدينه لغايه ما يرجع. بيفرح بويد وبيشكر كيني جدا. الجانب الاخر بيكون القس في الكنيسه بيدي درس كالمعتاد، ولما بيخلص بتجيله تابي وبتعرفه انها جايه له النهارده تساله على حاجه، والحاجه دي هي ان تابي شاكه انهم كلهم هنا في القريه دي ميتين، واللي هم فيه حاليا ده نوع من انواع العقاب على كل عملوه طول حياتهم. بس القس بيعرفها ان كلامها ده غلط وانهم مش ميتين ولا حاجه، واكيد في يوم من الايام هيقدروا يخرجوا من هنا. فتتفهم تابي كلامه كويس، بتساله دلوقتي عن سيرة لو يعرف عنها اي حاجه، فبيعرف القس ان للاسف سيرة من وقت ما هربت اختفت ومحدش يعرف مكانها. بتتضايق تابي وبتسيب القس وبتمشي. بعدها بنشوف ان القس بيروح لقبو الكنيسه، وبنكتشف هنا ان القس مخبي سيرة في القبو ده وانها ما ماتتش ولا حاجه، وبيكون بس القس رابطها بحيث ما تهربش. وحاليا بقى اتكلم القس مع سيرة وعرفها انه ما قتلهاش لان اخوها عرفه ان سيرة بتتواصل مع الوحوش بشكل ما، وبالتالي بيعرف القس سيرة انه عاوزه تتواصل مع الوحوش وتحاول تلاقي طريقه يهربوا بيها من القريه دي. وبيطلب القس من سيرة تحكي له عن علاقتها بالوحوش يمكن يفهم. وتعرفوا سيرة بقى ان الوحوش بداوا يتواصلوا معاها من مده مش طويله قوي، وانها مضطره تصدقهم عشان قالوا لها حاجات كتير جدا وحصلت بجد. يعني مثلا في يوم عرفوها ان في عربيتين هيجوا للمدينه، والعربيتين دول هم عربيات جيم وعيلته وجيد وتوبي، وده فعلا اللي حصل وسيرة صدقتهم. والوحوش كمان عرفوا سيرة ان الناس اللي هيجوا دول
هيكونوا سبب موت كل اللي في القريه، وده فعلا شبه حصل والوفيات زادت جدا من وقت وصوله. بعدها عرفوا الوحوش سيرة كمان انهم عايزينها تقتل ناس كتير معينه هيقولوا لها على اساميهم وتنفذ لهم مهمات معينه، في المقابل هيمشوها من القريه خالص. ده غير انهم عرفوها انهم هم كمان محبوسين في القريه هنا، وانهم زمان كانوا بشر عاديين وعايشين هنا بس ماتوا وتحولوا لوحوش، وبرضه عاوزين يهربوا من القريه هنا، ومش هيهربوا الا لما سيرة تنفذ لهم طلباتهم اللي بيطلبوها منها دايما. في الوقت ده بيكون القس منبهر بكل اللي بيسمعه، لكنه برضه بيكون مش مصدق ان الوحوش بيتواصلوا مع سيرة فعلا، وبيكون شاكك شويه ان سيرة بتكذب بس. في اللحظه دي بقى وقبل ما سيرة تقول اي حاجه تاني للقس، فجاه بتبدا تتعب وبتعرف القس ان الوحوش بيتواصلوا معاها دلوقتي، وبيعرفوها انهم يعرفوا كل حاجه عن القس وازاي وصل للقريه دي. واكبر دليل انهم يعرفوا كل حاجه انهم يعرفوا الشنطه اللي القس خباها في القريه اول ما وصل. وبتطلب سيرة من القس ورقه وقلم، فبيجيب لها ورقه وقلم، وبتبدا الوحوش تتحكم في ايد سيرة ويخلوها ترسم رسمه كده لطفل صغير. وقتها ما بيمسك القس الرسمه دي بيفهم حاجه، فبيسيب سيرة فورا وبيروح لمكان كده في القريه وبيفضل يحفر فيه. فبيخرج الشنطه اللي كان دافنها بجد يوم ما وصل للقريه هنا، وبيكون في الشنطه دي ازازه مشروب ولبس القس لكنه بيكون متغرق دم. وبنبدا نشك يا صديقي ان القس لما وصل للقريه هنا كان بيهرب من حاجه. المهم ان القس بيلاقي في الشنطه كمان كيس شوكولاته، وبيكون مرسوم عليه نفس الرسمه اللي سيرة رسمتها. وبالتالي بيتاكد القس حاليا ان الوحوش بجد بيتواصلوا مع سيرة، والدليل انهم عرفوا بموضوع الشنطه. وبالتالي بيقرر بقى القس من اللحظه دي انه يحاول يمشي ورا كلام الوحوش عشان يقدر يمكن يهرب الناس دي كلها من القريه دي. على الجانب الاخر بقى بيكون جيم في البيت، وبيكون جيم بيكشف دلوقتي على كل الاسلاك اللي في البيت، وبيكتشف حاجه غريبه جدا. الاسلاك دي عباره عن اغلفه ومفيش اي سلك نحاسي جواها بيمشي جوه الاغلفه، وبالتالي هيكون جيم هيتجنن ويعرف الكهرباء اللي في البيت دي جايه منين. ويعرف جيم الكلام ده كله لتابي، فبتستغربه جدا. والمهم يعني مش بيعدي وقت طويل وبيوصل البيت عند جيم جيد، وبيطلب جيد من جيم يساعده عشان يعني يشغله الراديو اللي معاه ده. وبيكون جيد بيطلب من جيم مخصوص لان جيم اصلا مهندس وفاهم في الحاجات دي شويه وهيقدر يساعده. فبيوافق جيم، وعلى طول هو وجيد بيروحوا لشجره كبيره جدا كده، وبيطلع جيم يثبت هوايه الراديو على الشجره بحيث يعني يلقطوا اشاره. في الوقت ده بقى اللي كان جيم فيه على الشجره، فجاه بيبدا جيد يشوف تخيلات غريبه زي انه بيفضل دم كده نازل من الشجره، وبيتخيل ان في جثث كتير على الشجره والدم ده نازل منهم. ويفضل جيد بقى كمان يشوف الرمز اللي سبق وشافه في البدروم لو تفتكر. وفوق كل ده بقى بيلاقي جيد شخص كده غريب قدامه، والشخص ده بيفضل يضرب جيد بالنار وبيبدا يقتله. بس في الوقت ده بيجي جيم وبيفوق جيد لان اصلا كل اللي بيشوفه ده كانت تهيؤات مش اكتر من كده. المهم جيد بقى بيكون خايف جدا جدا، فبيسيب جيم وبيمشي. اما جيم فبيلاقي حاليا ان الراديو لاقط اشاره، وبيحاول يتواصل مع صاحب الاشاره دي بس مش بيجيله رد خالص، وده طبعا بيحبطه جدا، لكنه يعني بيقول ان دي بدايه مش اكتر، وبياخد بعضه وبيروح. ولما بيوصل جيم للبيت بيلاقي تابي حرفيا بتهد في البيت من كل ناحيه، بحيث يعني تعرف مصدر الكهرباء ده بيوصل للبيت ده ازاي. بيبدا جيم يساعدها وهنعرف هيعملوا ايه قدام. في نفس الوقت ده بنشوف ان جيد بيروح لمطعم ام كيني، وبيقعد دلوقتي مع نفسه يرسم الرمز اللي دايما بيشوفه في تخيلاته. الفكره بقى ان ام كيني بتشوف الرمز ده فبتحس انها شافته في حته قبل كده، فبالتالي بتاخد جيد لمخزن المطعم وبتفضل تدور على كتاب كده لغايه ما بتلاقيه. فبتفتح الكتاب ده فبيكون مرسوم فيه نفس الرمز. جيد لما بيشوف الكتاب ده بيكون مستغرب جدا ومش فاهم اي حاجه خالص. اما دلوقتي بنروح بقى لجولي، بيكون جولي دلوقتي معاها ورد كده، فبتجيلها فاطمه وبتسالها جبت الورد ده منين. بتعرفها جولي انها لقيته على شباك من شبابيك البيت فخدته. فبتستغرب فاطمه مين حط الورد ده اصلا على الشباك وليه عمل كده، لكن بتحس فاطمه ان الموضوع مش مهم فبتنساه ومش بتعلق. في نفس اليوم ده بقى بالليل وكل اللي في البيت بتاع دونا نايمين، بنشوف شخص غريب كده، بيكون الشخص ده هو الوحيد الصاحي. والغريب بقى انه بيروح لشباك في البيت وبيفتح الستاره، بيلاقي قدامه واحده من الوحوش، وبيكون واحده من الوحوش دول على شكل بنت بتشكر البنت دي او يعني الوحش دي الراجل ده على الورد اللي دايما بيحطه ليها على الشباك. ايوه يا صديقي، الشخص ده للاسف بيحب واحده من الوحوش وكمان بيحط لها ورد دايما على الشباك. المهم ان الوحش دي بتسال بقى الشاب ده امتى ممكن يسمح لها تخش البيت، فيبدا الشاب ده يفكر ما نعرفش لسه المجنون ده هيدخلها البيت ولا ايه. عموما تاني يوم بيكون جيم قاعد مع مراته تابي، وبيكون جيم بيرسم حاجه كده شبه الشبكه، وبيعرف جيم تابي انه ناوي يعمل شبكه كده بحيث يوصل بيها الراديو، وبكده في احتمال كبير انه يعني يلقط اشاره ويقدر يتواصل بعدها مع حد من بره القريه دي. فبتفرح تابي وبتشجعه انه يعمل كده. بعدها بينزلوا تابي وجيمي يكملوا حفر بحيث يعني يعرفوا الكهرباء دي جايه منين، وبنشوف انهم حفروا حفره ضخمه كده تحت البيت، ومع ذلك لسه برضه ما وصلوش لمصدر الكهرباء، وكل ما يحفروا اكتر يلاقوا ان مصدر الكهرباء بينزل لتحت اكتر واكتر. بنسيبهم بقى يحفروا وبيروح لجيد. بنشوف ان جيد يا صديقي متجنن جدا بموضوع الرمز اللي دايما بيشوفه ده، لدرجه انه بيكون قاعد على الاكل مع كيني وامه وعمال يقلب في الكتاب اللي خده من ام كيني يمكن يقدر يفهم الرمز ده بتاع ايه بالظبط. المهم اثناء ما كان بيقلب في الكتاب بيلاقي ورقتين ملزوقين في بعض، فبيفكهم بيلاقي بين الورقتين دول صوره
لشخص كده ماسك الكتاب اللي فيه الرمز بتاعه ومتصور بيه، وبيكون ورا الشخص ده ظاهر فيكتور وهو طفل. وطبعا محدش بيكون فاهم اي حاجه، ولكن هنفهم قدام. في نفس الوقت ده على الجانب الاخر بيروح القس يقابل بويد وهو معاه الشنطه بتاعته، وبيقعد دلوقتي القس يتكلم مع بويد، فبيعرفوا بويد بالخطه بتاعته وانه ناوي يطلع يلف في الغابه على امل يعني انه يلاقي طريقه يخرجهم من القريه دي. فده بيتحمس القس، بيوري بويد بعد كده الشنطه بتاعته اللي خرجها من الارض، وبيعرف بويد ان الشنطه دي دفنها في اول يوم وصل فيها هنا للقريه. في اللحظه دي بيشوف بويد لبس القس اللي عليه الدم، فبيستغرب وبيساله عنه، فبيعرفوا القس انه قبل يوم واحد بس من وصوله للقريه كان شغال قس في كنيسه عادي. وفي مره جه للقس طفل كان عايز يتكلم معاه في مشكله بتواجهه، بس القس ما اهتمش ومشاه. بعد كده القس افتكر الطفل ده، فقال يعني عدى عليه في البيت يشوفه ويتكلم معاه. فراح للقس فعلا، فلقي الطفل ده متعذب عذاب شديد جدا لان ابوه المجنون دايما بيعذبه، وهي دي المشكله اللي الطفل كان عاوز يحكي فيها مع القس لكنه ما اهتمش بكلامه. المهم ان القس اتعصب جدا من المنظر ده، فبدون تفاهم مسك ابو الطفل وفضل يضربه بمنتهى العنف لحد ما قتله، والدم اللي على اللبس بتاعه ده دم الراجل ابو الطفل. ولما خلص القصه قتل الراجل ده خد بعضه وخرج يتمشى في الشارع. وفي الاثناء دي تخيل القصه اصوات بتتكلم معاه وبتطلب منه يمشي في طريق معين، فمشى للطريق دي ووصل للاسف في القريه هنا. بعد بقى ما حكى القصه الحكايه دي كلها لبويد، عرفوا ان بمجرد وصوله للقريه دي دفن شنطته واللي محدش كان يعرف عنها اي حاجه، بس سارة عرفت لان الوحوش او الارواح اللي في القريه بيتواصلوا معاها. وبيعرف القس دلوقتي بويد انه حابس سارة عنده في الكنيسه. طبعا بيتعصب بويد جدا وبيثبت القس بالمسدس انه عمل كده حاجه غير قانونيه، لكن القس بيعرف بويد انه عمل كده لما عرف ان الوحوش بيتواصلوا مع سارة، وبالتالي ممكن سارة دي هي اللي تقدر تخرجهم من القريه. وبيطلب دلوقتي القس من بويد انه ياخده معاه هو وسارة في رحلته دي، واكيد سارة والوحوش هيساعدوهم انهم يلاقوا طريقه يمشوا بيها من القريه. وقتها بيفكر بويد شويه في كلام القس وبيحس انه صح، فبيوافق عليه وبيتفقوا يعملوا كده. على الجانب الاخر في بيت دونا بنشوف الشاب اللي سبق وقلت لك انه بيحب واحده من الوحوش، وبنعرف ان الشاب ده اسمه كيفن. وحاليا بقى كيفن بيروح يحط الورد عشان الوحش او الروح اللي بيحبها دي تاخد الورد كالمعتاد. بعد كده بتكون فاطمه مع جولي وبيتكلموا، فبنعرف من كلامهم يعني ان فاطمه هتعمل حفله كده في البيت هنا بمناسبه انها عدت سنه كامله على وصولها للبيت. وبالفعل في الليل بتتعمل الحفله وبتكون حفله كبيره وحاضرينها الكل. وسط الحفله دي بيتقل أليس في الشرب، فبيسيب الكل وبيطلع اوضته ينام. اما بقى جولي فبتتضايق من الحفله وبتكون عايزه تقعد لوحدها، بتروح تقعد مع فيكتور. وبتستغرب جولي لما بتلاقي فيكتور مجمع كل حاجته وكانه هيهاجر من البيت. بتساله جولي هو مجمع حاجته ليه كده، فبيعرفها فيكتور ان النهارده هتحصل حاجه مش طبيعيه ولازم يبقى مستعد للهروب. في اللحظه دي بتساله جولي ايه الحاجه اللي هتحصل، وبتساله كمان ليه قبل كده حفر القبور قدام البيت. فبتوتر فيكتور وبيعرفها انها تعرف كل حاجه النهارده. في الاثناء دي بنشوف ان كيفن قاعد مع البنت اللي من الوحوش وبيتكلم معاها كالمعتاد، وبنعرف ان البنت دي بتيجي لكيفن في هيئه جاسمين اللي كان بيحبها زمان وماتت، وبالتالي فيكتور حب الوحش دي لانها شبه جاسمين. المهم يعني جاسمين او الوحش ده طلبت دلوقتي من كيفن انه يدخلها، طلع بتوافق وفعلا فتح لها الشباك ودخلها. وفي اللحظه دي جاسمين او الوحش دي قتل كيفن خالص، بعدها راحت للشباك وفتحت لباقي الوحوش عشان يدخلوا. وبس بيدخلوا الوحوش وبيبقوا كتير جدا، وبيروحوا البنت كده من بيت دونا اسمها ترودي وبيقتلوها برضه بشكل بشع. بعدها بقى كل في البيت بيعرفوا ان الوحوش وصلوا، فحرفيا بينتشر الرعب والفوضى في كل مكان وبيبداوا يخرجوا من البيت. وفي مجموعه بقى بتاخدهم دونا في عربيه وبتهرب من المكان. اما بقى فيكتور، ففي اللحظه دي يا صديقي بنكون عرفنا ان فيكتور كان يعرف ان الوحوش هيهجموا النهارده على البيت، وعشان كده كان حافر القبور للناس اللي هتموت. المهم ان فيكتور بياخد جولي وبيخرجوا دلوقتي من البيت وبيهربوا سوا ناحيه الغابه، لان فيكتور بيشوف الطفل الغريب اللي دايما بيشوفه رايح ناحيه الغابه، فبيعرف ان ده طريق امان. المهم بعد شويه مشي بيتكلم فيكتور مع جولي وبيطلب منها انها تقول لاخوها لما تقابله ان كل حاجه خلاص بدات وهو هيفهم كل حاجه. بعدها بيطلب منها ان هي تدخل جوه فتحه من فتحات الاشجار اللي قلت لك يا صديقي انها غريبه وسحريه. بتعمل جولي كده فعلا وبتدخل في فتحه منها، وهوب فجاه بتلاقي نفسها وصلت لقبو كده تحت الارض. وصلت له ازاي من خلال الشجره ده حقيقه ما نعرفش، بس يعني بيبان ان الشجره دي هي عباره فعلا عن بوابه زي ما سبق وقلنا. في المهم يعني بنرجع بقى لبيت دونا وبنشوف ان أليس بيصحى من النوم، فبيلاقي الوحوش في كل مكان، ده غير الناس اللي ماتوا. فبيخاف أليس وبينط بره البيت، بيلاقي فاطمه واللي كانت لسه ما مشيتش من عند البيت. فاطمه بتاخد دلوقتي فاطمه أليس وبيدخلوا البيت وبيحبسوا نفسهم في مكان كده، وبتحط فاطمه التعويذه، وبسبب كده الوحوش مش بتقرب لهم وبيكونوا بامان. على الناحيه التانيه بنشوف ان دونا بتوصل بالناس اللي معاها للقسم، فبسرعه بيخرج لها بويد والقس ويدخلهم فورا للقسم جوه بحيث يكونوا في امان. وقبل ما القس يدخل القسم للاسف فجاه بيجي له دلوقتي واحد من الوحوش وبيقطع له رقبته، فبسرعه بياخدوا بويد وبيدخلوا القسم، لكنه للاسف القس دلوقتي بيكون بيموت، فبيودع بويد وبيموت في مشهد حزين. دلوقتي بقى يا صديقي بنهدى شويه من كل ده وبنرجع للماضي عشان نعرف حاجات مهمه جدا.
بيرجع فعلا للماضي وبنشوف بويد ومعاه ابنه أليس وكمان مرات بويد أبي، واللي طبعا أول مرة نشوفها على فكرة. في الوقت ده كان بويد ماشي بعربيته وبيتكلم مع عيلته عادي جدا، وبنعرف من كلامهم ان بويد كان لسه متقاعد من الجيش في الاثناء دي يعني، وبالتالي الكل حاليا كانوا رايحين رحله بالمناسبه السعيده دي. واثناء ما كانوا ماشيين في طريقهم فجاه بيلاقوا الشجره المقطوعه قدامهم، فبالتالي بيحاولوا يتفادوها ويمشوا من طريق تاني، وبسبب كده بيدخلوا في القريه. اول ما بيدخلوا القريه بيستغربوا بويد والكل ان القريه فاضيه تماما وما فيهاش حد. بس فجاه وسط كل ده بيجي القس، واللي كان وصل للقريه قبل بويد وعيلته بكام يوم مش اكتر. المهم ان القس عرف بويد والكل انهم لو فضلوا هنا هيموتوا ولازم يجوا معاه حالا لان الليل هيليل. وقتها الكل خافوا وسمعوا في الوقت ده صراخ الوحوش، فصدقوا كلام القس ومشوا معاه. فخدهم القس القبو كده تحت الارض بحيث يكونوا في امان. وكان في القبو ده ناس كتير منهم دونا اللي برضو كانت وصلت للقريه من فتره صغيره. المهم قضوا الكل في القبو الليله دي عشان يعني يهربوا من الوحوش. وتاني يوم بقى قعدت دونا والقس مع ابي وبويد وعرفهم كل حاجه بخصوص القريه. وطبعا كانوا مصدومين جدا، لكنهم على طول طلبوا من دونا والقس انهم يتعاونوا سوا ويحولوا المكان ده لمجتمع ينفع يعيشوا فيه لحد ما يلاقوا طريقه يمشوا بيها من هنا، لانهم مش هينفع يعيشوا بالشكل العشوائي ده. وقتها الكل اقتنع بكلام بويد وابي وبداوا فعلا ينظموا المدينه وما الى ذلك. وفي مره بقى شاف أليس أم أبي واقفة مشوشة كده، فسألها مالك لكنها ما جاوبتش عليه وسابت ومشيت. وفي يوم بنشوف إن بويد جاي من الغابة ومعاه معزة، وبيتكلم بويد مع القس. نعرف إنه ليه المعزة دي بالصدفة وما يعرفش هي جات منين، وبيعرف كمان القس إنه ليه حيوانات كتير جدا ظهرت في الغابة. ومن اللحظة دي بيقرر بويد والقس يعملوا حظيرة هنا ويربوا فيها كل الحيوانات اللي بتظهر في الغابة. بعد شوية بقى بيجي أليس وبيتكلم مع بويد وبيطلب من بويد انه يجي يتكلم مع ام وابي لانها شكلها غريب جدا الفتره دي، وكأن المكان هنا بدأ يأثر عليها ويخليها تتجنن. وقتها عرف بويد أليس انه هيروح الغابه يدور على شويه حيوانات كده وهيجي في الليل ويتكلموا. في اللحظه دي اتضايق أليس من ابوه انه مش راضي يساعد امه، لكنه عدى الموقف وسابه ومشى. اما بويد بقى فراح الغابه يدور على حيوانات تاني، لكنه فجاه بيلاقي قدامه كلب، والعلم ده نفس الكلب اللي دايما فيكتور بيشوفه. المهم ان بويد كان عايز يعرف الكلب ده بتاع مين، فجر ورا عشان يمسكه، لكن للاسف بويد بينسى نفسه والليل بيليل، فبيدخل بويد يستخبى في كوخ كده ليه قدامه. الفكره بقى انه بيجي عند الكوخ ده كتير جدا من الوحوش وبيشوفهم بويد قدام عينه، لكنهم مش بيدخلوا الكوخ او الكهف ده رغم انهم شايفينه. بيستغرب بويد جدا وبيبدا بقى يركز في الكهف ده لحد ما بيلاقي فيه حجاره كتير جدا. الحجاره دي حجاره التعويذ، وبيعرف بويد من دلوقتي ان الحجاره دي هي اللي منعت الوحوش يدخلوا الكهف. فبالتالي بياخد بويد كل الحجار اللي هنا، واول ما النهار بيطلع بيرجع فورا للقريه. وهنا بقى بتكون الكارثه ان بمجرد وصول بويد للقريه بيلاقي ناس كتير جدا مقتوله، وبيلاقي ابي هي اللي عماله تقتل فيهم. وبنعرف ان ابي اتجننت وبتقتل دلوقتي في الناس لانها فاكره انها كل ده في حلم مش حقيقه، وبالتالي لازم تقتل كل الناس عشان كلهم يصحوا من الحلم ده. المهم ان بويد حاول يوقف ابي كتير لكنه فشل وما سمعتش كلامه، وبيوصل لمكان أليس وكانت ابي هتقتله هو التاني. فبسرعه طلع بويد مسدسه وضرب ابي بالنار، فماتت ابي. وبيكون بويد حزين جدا رغم انه كان مضطر يعمل كده عشان ينقذ ابنه. والعلم يا صديقي بسبب بقى اللي حصل ده أليس زعلان جدا من ابوه زي ما شفنا من اول المسلسل. عامة تنتهي هنا ذكريات الماضي وبنرجع للوقت الحالي، بنشوف ان بعد موت القس ورغم زعل بويد الا ان بويد بيقرر يكمل كل اللي بدأه. فبالتالي بيروح بويد ياخد سيرها من محبسها وبيوديها دلوقتي الكوخ كده متطرف في القريه، وبيأمرها تقعد في الكوخ ده وتستناه غصب عنها، وهيجي لها بعد شويه وياخدها ويلفوا في الغابه لحد ما يلاقوا مخرج. بتوافق طبعا سيرة لان ما قدامهاش اي حل تاني. اما بويد فبيرجع للقريه من جديد ويلاقي مجموعه من السكان بيتخانقوا مع ام كيني انها مش بتديهم اكل، وبيكون الاكل اصلا خلص عند ام كيني بسبب ان كل سكان بيت دونا جم للقريه وبياكلوا من اكل القريه مش من الاكل بتاعهم. المهم ان بويد بيهدي السكان وبتنتهي المشكله. بعدها بويد بيروح القسم وبيعرف كيني انه مش هيروح الغابه وهيفضل هنا عشان ما تحصلش مشاكل، لكن كيني بيعرف بويد انه لازم يستمر في سكته لان فعلا كده مفيش اي حل تاني غير انه يروح الغابه ويدور على مكان يخرجهم من هنا. فبيقرر بويد يعمل كده فعلا، وبيروح دلوقتي المستشفى لان أليس بيتعالج هناك، وبيقابل بويد أليس وبيعرفه بالرحله اللي هيعملها النهارده وانه ممكن ما يرجعش تاني. بيعرف بويد أليس انه بيحبه ومش عاوزه يزعل منه بسبب اللي عمله مع امه زمان، لكنه كان مضطر عشان خاطر ما يخسرهوش. كل الكلام ده بقى ولا بيفرق مع أليس ومش بيصالح ابوه. فبيزعل بويد وبيمشي وبيروح لدونا وبيعرفها كل اللي ناوي يعمله. بعدها بيودعها وبيروح للكوخ بحيث ياخد سيرة وينطلقوا في رحلتهم. بس قبل ما يروح بويد في اي حته بيجي له أليس واللي بيعرفه انه خلاص مسامحه ومش زعلان منه تاني. فبيفرح بويد وبياخد ابنه في حضنه وبيفضل يودع ابنه بحراره. وبتيجي دلوقتي سيرة حاليا وبيشوفها أليس، فبيتضايق من ابوه انه هيتعاون مع واحده زي دي بعد اللي عملته، لكن بويد بيعرفه انه مضطر يعمل كده وبيطلب منه ما يعرفش حد في القريه ان سيرة معاه وهيعرفوا كل حاجه بعدين. بيوافق أليس وبيمشي. بعدها بيكلبش بويد سيرة معاه بحيث ما تهربش منه، وبيمشوا الاتنين بقى في طريقهم في الغابه بحثا عن اي مخرج من القريه دي، وهنشوف عملوا ايه قدام.
في الاثناء دي بنشوف ان جولي رجعت للبيت وبتفضل تحكي بقى لابوها وامها كل حاجه حصلت معاها من وقت ما هربت من بيت دونا مع فيكتور لحد ما دخلت للشجره ولقيت نفسها في قبو وكل الكلام ده. طبعا بيستغربوا الكل من كلام جولي لكنهم مش بيعلقوا عليه. بعد فتره مش طويله قوي بيجي لجيد جيم وبيكون عاوز جيم دلوقتي يساعده انهم يلاقوا فيكتور، بحيث يعني جيد يوري له الصوره اللي لقيها ليه وهو طفل ويخليه يعرفوا ايه الصوره دي ومين الشخص اللي فيها مع فيكتور، يمكن ده يساعده. بس جيم بيعرف جيد ان كل ده مش مهم، وبيعرفوا انه لقط اشاره من جهاز الراديو، وبيعرف جيم جيد انه عنده فكره حلوه وانهم يروحوا البيت دونا لانه اعلى بيت في القريه كلها، ويصنعوا هناك فوق البيت ده ابراج اشاره وبكده يلقطوا اشاره وممكن يتواصلوا مع حد. بيعجب جيد جدا بالفكره دي، وبدون تضييع وقت بيروحوا هما الاثنين لدونا وبيطلبوا منها يعملوا ابراج الاشاره فوق بيتها، فبتوافق دونا. وبعد شويه بيجمع كيني دلوقتي كل اهل القريه وبيعرفهم بالرحله اللي بيقوم بيها حاليا بويد عشان يعني ينقذهم، وبتعرف دونا كمان الكل فكره ابراج الاشاره اللي عايز جيم يعملها، وبتطلب دونا من الكل ان اثناء ما بويد بيدور على طريقه خروج يساعدوا دلوقتي هما جيم وجيد باي حاجه يحتاجوها عشان يمكن يعرفوا يشغلوا الراديو ويلاقوا طريقه تانية. بيوافقوا الكل وبيقرروا جيم وجيد يبداوا الشغل في اللحظه دي. الناحيه التانيه بيكون بويد وساره ماشيين في طريقهم في الغابه، وبيفضلوا ماشيين شويه حلوين كده لحد ما بيلاقوا نفسهم وصلوا للكهف اللي بويد زمان لقيه في التعويذ. فبالتالي بيدخلوا الكهف ده وبيباتوا فيه لتاني يوم، وتاني يوم بقى بيصحوا من النوم بيكملوا مشيهم عادي جدا في الغابه، وبيفضلوا ماشيين كتير جدا، وطول الطريق بيفضل بويد يسيب علامات على الاشجار بحيث يقدر يحدد طريق الرجوع لما يقرر يرجع. واثناء بقى ما كانوا ماشيين بيلاقوا فجاه كده شجره متعلق عليها ازايز كتير، فبيكون بويد هينزل ازازه منهم يشوف فيها ايه، بس في الاثناء دي بتبدا سيرة تتعب بشكل مش طبيعي بسبب ان الوحوش بيتواصلوا معاها في دماغها، وبسبب كده بيغمى على سيرة. لما بتفوق سيرة تاني بتلاقي نفسها في خيمه كده ومعاها بويد، وبيكون بويد نزل واحده من الازايز اللي على الشجره، وبيعرف دلوقتي سيرة ان ريف الازازه دي ورقه، والورقه دي مكتوب فيها سنه واللي هي 1864، لكن ده معناه ايه ما يعرفش. بعد كده بيسال بويد سيرة هي تعبت من ايه اصلا، فبتعرفوا سيرة انها سمعت صوت في دماغها تقيل جدا، لكن المره دي ما كانش صوت الوحوش بل كان صوت واحده ست اول مره سيرة تسمعها. والصوت ده بقى طلب من سيرة تعرف بويد انها كانت غلطانه، وانها بتقول له ما تروحش للغابه لانها خطيره، وانها كانت غلطانه لما اديت له اشاره عشان يروح للغابه. طبعا بيفهم بويد من الكلام ده ان اللي تواصلت مع سيرة دي تبقى روح مراته ابي، وبيفهم برضه بويد ان ابي اكتشفت ان الغابه خطر فوصلت له الرساله دي مع سيرة بحيث ما يكملش في رحلته. واثناء ما كان بويد بيفكر كده بتحصل حاجه اغرب من الخيال، لان فجاه بتبدا الخيمه اللي فيها بويد وسيرة تتهز بعنف وكأن حد بيشيلها من مكانها. ده غير ان فجاه بيلاقوا سيرة وبويد ان في اضاءه بتجيلهم من بره وترجع الدنيا ضلمه وهكذا، وكأن في نور شديد جدا بره. وطبعا محدش بيكون فاهم اي حاجه من اللي بتحصل دي، وبيكونوا خايفين جدا وبيقرروا يفضلوا مستخبيين جوه الخيمه برضه لحد ما الدنيا تهدى، وهنرجع لهم تاني ونعرف ايه اللي حصل بس بعد شويه. ودلوقتي بنروح بقى للقريه، بنشوف ان دونا وكتير من اللي كانوا عايشين معاها في البيت بيكونوا عايشين حاليا في اسم الشرطه، وبنشوف ان دونا بتتكلم مع واحد من اتباعها دول، بتلاحظ عليه انه يعني حزين جدا، بتساله مالك، لكن الشخص ده واللي اسمه ايريك بالمناسبه بيعرف دونا انه كويس، بتعدي دونا الموقف وبتسكت. وتاني يوم بقى بتصحى دونا فبتلاقي ان ايريك للاسف انتحر وشنق نفسه، فطبعا بتزعل جدا، وبتبدا دونا تحس ان خلاص مفيش امل انهم يخرجوا من القريه دي، والناس بدات تفقد الامل وتقتل نفسها. في نفس الوقت ده في بيت دونا بيكون ناس كتير شغالين على بناء الابراج بتاعه الاشاره، اما جيم وجيد فبيكونوا شغالين على طريقه يجيبوا بيها كهرباء تشغل الابراج، خصوصا يعني انهم معاهم بطاريات عربيات كتير جدا جم بيها من بره القريه، بس دي هتشغل الابراج فتره بسيطه مش اكتر وخلاص هتبوظ، ولازم يلاقوا طريقه يوصلوا بيها كهرباء اكتر للبرج، لكن هم ما بيكونوش عارفين يعملوا ده ازاي، خصوصا ان كل الاسلاك اللي جايبه كهرباء للقريه فارغه. فبيتضايق جدا جيد من كل الكلام ده فبيمشي. بيروح جيد دلوقتي يقعد مع ام كيني وبيحكي لها عن موضوع الكهرباء وانه خلاص فقد الامل، فبتعرفوا ام كيني ان كل البيوت في القريه فيها كهرباء، بس لازم هو يعرف مصدر الكهرباء ده جاي منين، وبالتالي هيقدر ساعتها انه يوصل البرج بيه. جيد بيعجب جدا بالفكره دي وبيقرر فورا ينفذها. الأثناء دي بيكون الطفل ايسن وامه تابي وكمان جولي قاعدين سوا وبيشوفوا رسومات كده بتاعت فيكتور كان سابها مع جولي قبل ما يختفي، ومن الرسومات دي بيفهموا ان فيكتور زي ما يكون كده بيحكي قصه، وانهم لازم يرتبوا الرسومات دي مع بعض وبكده يقدروا يعرفوا القصه اللي بيحكيها فيكتور. بيقرروا الكل انهم يعملوا كده. بعد شويه بيوصل جيم وبيلاقي العيله كلها لسه بيحفروا في البيت كالمعتاد بحيث يعني يوصلوا لمصدر الكهرباء، فبيروح جيم يساعدهم وللاسف برضه مش بيوصلوا لاي حاجه لحد دلوقتي. تاني يوم بيجي جيد لجيم وعيلته وبيعرفوا انه قدر يلاقي حل خلاص لموضوع الكهرباء، وبيكون حل جيد بسيط جدا، وهو مادام كده في اجهزه في البيت هنا شغاله بالكهرباء لكن ما نعرفش اسلاكها متوصله بايه، فاحنا بقى هنعمل حاجه حلوه، احنا هنلم اسلاك كتير من كل مكان ونوصلهم بمصدر بيجي منه كهرباء زي الانوار مثلا او البوتاجازات اللي في البيت وكل الكلام ده، وبالشكل ده نقدر نستخدم الكهرباء واحنا حرفيا ما نعرفش المصدر بتاعها جاي منين.
طبعا بيعجبوا الكل بالفكره دي وذكاء جيد، وعلى طول بيروحوا الكل على مطعم ام كيني وبيتكلموا دلوقتي جيد وجيم مع الكل، وبيطلبوا منهم يجمعوا اكبر قدر ممكن من الاسلاك بحيث يوصلوها كلها في بيت دونا ويشغلوا برج الاشاره. فبيوافقوا الكل وبيفضلوا الكل يشتغلوا كتير جدا لحد ما اخيرا بيقدروا يوصلوا الاسلاك المطلوبه. في الوقت ده بيطلع جيد بقى فوق بيت دونا وبيحط برج الاشاره، بعدها بيوصلوا الكل البرج بمصادر الكهرباء، وبيبدا بقى جيم يجرب جهاز الراديو فبيلاقي فيه اشاره. طبعا بيفرحوا جيم والكل وبيفضلوا يباركوا لبعض. وحاليا بقى بتسيب تابي الكل وبتمشي بحيث ترجع البيت يعني وتكمل حفر في الشقه عشان تعرف برضو مصدر الكهرباء. في الوقت ده بقى يا صديقي بيلاقي جيد ان في عاصفه كبيره جايه عليهم، وكان العاصفه دي جايه مخصوص عشان ما تخليهمش يستخدموا جهاز الراديو. المهم يعني ان جيد بيطلب من جيم انه يستخدم الجهاز بسرعه قبل ما العاصفه دي تقوى عن كده، فبيوافق جيم وبيبدا يستخدم جهاز الراديو ويبعت رسائل استغاثه لاي حد هيسمعه. ومفاجاه بقى ان في حد فعلا بيتواصل مع جيم، لكن الشخص ده بيقول لجيم كلام غريب، بينصحه يروح فورا يوقف مراته عن حفر الحفره اللي في البيت، انها لو كملت هتكون في عدد الموتى. في اللحظه دي بيعرف جيم ان اللي بيكلمه ده اكيد مش حد عشوائي بل الوحوش، فبيقلق على مراته تابي وبيطلب من دونا تاخد بالها من عياله، وعلى طول بينطلق في طريقه لتابي بحيث يلحقها. في الاثناء دي كانت تابي لسه بتحفر في البيت فعلا، وفجاه صديقي الارض من تحت رجلها بتنهار وبتقع تابي في مكان عميق جدا جدا تحت سطح الارض. وقبل ما تابي تعمل اي حاجه بتلاقي قدامها فيكتور، وبيعرفها ان الطفل الصغير عرفه انها هتيجي هنا وانه كان لازم يستناه. وبيعرفها فيكتور كمان ان المكان هنا اللي تحت الارض ده بيناموا فيه الوحوش، يعني يعتبر المكان ده بيتهم، وتكون في رسومات كده في كل مكان. بيعرف فيكتور تابي ان الوحوش هم اللي بيرسموا الحاجات دي، وبيعرف فيكتور تابي انها لازم تيجي معاه فورا دلوقتي لانهم هيروحوا مكان مهم. وبياخدها فيكتور وبيمشوا في الانفاق والاماكن الكتير اللي موجوده تحت الارض دي، وهنعرف راحوا فين طبعا ولكن الموسم الجاي. اما بقى جيم فبيوصل بعد شويه للبيت، وطبعا مش بيلاقي مراته وبيلاقي بس الحفره الضخمه، وبيكون مستغرب من حجم الحفره ومش فاهم ايه اللي حصل هنا. وهنعرف جيم برضه هيعمل ايه ولكن الموسم الجاي. على الجانب الاخر بيكونوا بويد وسيرا صحيوا من النوم في الخيمه بتاعتهم، وبنعرف ان الاضاءه اللي كانت منوره عليهم دي فضلت تنور عليهم كتير جدا، وبنعرف كمان ان الخيمه بتاعتهم فضلت طول الليل تتجر لكنهم ما خرجوش منها يشوفوا في ايه. وبما ان النهار جه حاليا فبيخرجوا بقى من الخيمه دي، فبيلاقوا نفسهم في مكان غريب في الغابه اول مره خالص يجوا له. والمكان ده يا صديقي بيكون مليان عناكب. العناكب دي عامله اعشاش على كل مكان في الشجره هنا، لدرجه ان الاعشاش دي مغطيه الشجره حرفيا. المهم بويد مش بيهتم بكل ده، وبيعرف سيرا انه عارف مصدر الضوء الشديد اللي كان بيجي عليهم امبارح ده كان جاي من انهي جهه، وبيقرر يمشوا للجهه دي على امل انهم يوصلوا لاي حاجه. فعلا بيفضلوا ماشيين، لكن مره واحده بيفضل بويد يسمع صوت مراته ابي بتندهله، وبتكون سيرا مش سامعه الصوت ده خالص. بس بويد بيفضل يجري ورا الصوت ده لحد ما بيوصل لمراته، بيلاقيها مربوطه بخيوط العنكبوت في شجره كده. بيستغرب بويد وبيقرب عشان يفكها، بس طبعا دي مش مراته بل تخيلات، وحاليا بتهجم على بويد. فبيخاف وبيبعد عنها، فبغلط بيخبط في حاجه كده في الارض بيخرج منها عناكب كتير بيفضلوا يقرصوا في جسم بويد، لكن بويد وسيرا بيبعدوا العناكب دي عنهم وبيكملوا طريق. بيكون بويد تعبان جدا بشكل مش طبيعي يا صديقي بسبب قرص العناكب دي، وبيحس انه خلاص بيفقد قوته، لكن على الرغم من كده بيفضل ماشي مع سيرا وبيكونوا خلاص راجعين على القريه. المشكله بقى انه وهم ماشيين فجاه الجو بيقلب عواصف وامطار زي ما حصل برضه في القريه، لكنهم بيكملوا طريقهم وفجاه بيلاقوا قدامهم مناره كده. المناره دي فيها كشاف قوي عمال يتحرك يمين وشمال. طبعا مش بيكونوا فاهمين اي حاجه وايه اللي جاب المناره دي هنا، لكنهم بيكونوا متاكدين ان هي اللي بتسلط الضوء عليهم، وسلطت الضوء ده امبارح بالليل. من وسط كل ده بيكون بويد تعبان، فبيطلب من سيرا تسيبه وتحاول هي ترجع للقريه بامان لان الجو وحش جدا وهو تعبان ومش هيقدر يمشي بسرعه، وفوق كل ده الدنيا هتليل قريب والوحوش هيطلعوا ياكلوها، فعلى الاقل تسيبه وتنجو بحياتها. لكن سيرا مش بترضى تسيب بويد. وفي اللحظه دي تتخيل سيرا الطفل الغريب قدامها، وبيطلب منها الطفله انها هي وبويد يدخلوا جوه فتحه من الفتوحات اللي في الشجره قدامهم، وبكده هيكونوا في امان. بتوافق سيرا وبتلاقي فعلا الشجره دي، وبيطلب من بويد يدخلها وهتدخل وراه. فبيدخل بويد فعلا للشجره، وزي ما حصل مع جولي قبل كده بيحصل مع بويد، وفجاه بيلاقي نفسه في مكان مختلف خالص. لكن بويد مش بيلاقي نفسه في قبو زي ما حصل مع جولي، بل بيلاقي نفسه في مكان ضيق جدا جدا، والمكان ده مقفول عليه من كل جهه. وطبعا بتكون سيرا اختفت، فبيلاقي بويد خصوصا ان المكان حواليه حيطان ومفيش اي مكان يخرج منه، فبالتالي بيفضل يصرخ ويطلب النجده. وانا عارف يا صديقي بويد عمل ايه ولكن الموسم الجاي. اخر حاجه بقى بنشوفها ان القريه بيوصلها اتوبيس كامل، مش بنعرف الاتوبيس ده في مين، لكن الاغلب يعني انهم ناس تانيين تاهوا برضه ووصلوا للقريه. ومع النقطه دي بينتهي الموسم الاول، ولسه في حاجات كتير معرفناش اجابتها، فانتظر الموسم الثاني يا صديقي لان الاجابات هتبان اكتر في الموسم الثاني الفيديو الجاي على طول. بس كده، سلام.